سمعوا لهذا بعض من هذا التسجيل الصوتي اللي صار بين رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة والمسؤول تاع وكالة الأنباء الجزائرية، يعني المستوى اللي وصلنا ليه. اسمعني مليح يا منافق، يا اللي ما فيكش ريحة الرجال، تهضر على لا النساء، تهضر على امراه اللي خير منك و1000 راجل كيما نتايا. انت شكون انت باش تكذب عليا؟ كذاب. تعرف انت شكون هي سعيده نغزه؟ اول كونفدراليه تقول باللي انا نخدم مع العصابه، انا كنت ضد العصابه كي كنت انت تقزب لهم وتضرب لهم الشتاء وتدي المصروف من عندهم باش تكذب على سيادك. اما نتايا شوف، اقسم بالله العظيم نحي المقال نتاعك في 24 ساعه، لا شوف ندمرك تدميره في حياه مشتاش. وانا سعيده نغزه اذا ربي طول لي في العمر، بصح انت تحاسبها قدام الشعب قدام الدوله. وشوف مانيش حنرحمك، رايحه نهبلك. تعرف واش نهبلك؟ نخليك تولي مهبول. انت نحيت جماعه تاع لابياس لي فري جورناليست اللي كانوا رجاله ونساء، نحيتهم باش تبقى تدور وحدك لتما وتكتب كما تحب. كتبت اليوم المقال تاعك هذا، دمرت الجزائر ودمرت الرايس. ونتحداك انت، ونتحدى اللي قال لك يكتب هذا كمال سيدي الساعد، ونتحداكم وكونوا رجاله وخرجوا قابلوني. ندير لكم كيما درت الحداد ونهب لكم كيما هبت الحداد، وندير لكم اكثر من اللي درت الاويح وسلال، ومانيش خايفه منكم. نقول لكم حاجه، مادام كاين رجال في الجزائر ومازالوا واقفين بالكاسكيطه فوق يسارهم، انا ما نخافش. انا ما نخافش مازال من الكاسكيطه فوق الراس. سمعت لهم كل احنا ما عندنا ما نقوله، ولكن بعض الكلام الذي قيل يبرهن اللي الجزائر ما راهيش بخير. يعني احنا ما رناش هنا باش نتكلموا على نشخصنوا الامور، خلينا نفتحوا الاتصالات. عبد الحق من العاصمه. عبد الحق مرحبا بك خويا عبد الحق. السلام عليكم، واش راكم خويا؟ الحمد لله، مرحبا بك خويا عبد الحق. مرحبا بك. الله يحفظك. نشكر قناه المغاربيه، نترحموا على خوتنا اللي ماتوا في ضحايا تاع الزلزال في المغرب والكارثه تاع ليبيا، نترحموا عليهم. كما يقول لك ربي يصبرهم، وربي ان شاء الله ربي يقدرهم، وان شاء الله يكونوا من الشهداء. امين. فيما يخص هذا الموضوع تاعكم، والله غير ماهيش حاجه كما يقول لك حاجه جديده، لانه راني نشوف هذا النظام. وحنا نعرفوا باللي هذا الرئيس راه معين، تبون راه معين. رانا كارثه سبحان الله. شغل ربي على كل حال دار حاجه تاع كارثه تاع ليبيا والمغرب، وحنا عندنا كارثه تاع النظام هذايا. شكرا اخويا عبد الحق، بارك الله فيك، وصلت الفكره اخي. نروحوا لمحمد من تيبازا. محمد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اخويا محمد، تفضل. خونا. نعم. اسمع فيا. أنا نسمع فيك اخويا محمد، تفضل. ديروا حصه شويه على المروك، على الملك، ديروا شويه عليهم، على خفتوا منه. انا ما ديروش عليه شويه يا خونا. هذو معليش الجزائريين غلطوا، معليش هذيك المراه هذيك باينه على المصالح تاعها، هي تدافع على المصالح تاعها. انتم على ما ديروش شويه على الملك هذاك، ولا نهار ديروا عليه حاجه، ديروا عليه حاجه شويه، ديروا تعاون تاع الجزائريين ما قبلوش. محمد من تيبازا، ماشي هذا هو الموضوع تاعنا اخويا محمد. نروحوا لامين من لندن. خويا امين مرحبا بك. السلام عليكم خويا نصر. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك خويا. الله يسلمك خويا. حبيت نترحم على خاوتنا اللي ماتوا في المغرب وفي ليبيا. حبيت نقول لك بلي العصابه هذه بالسلميه هكذا ماهيش راح تنحى من المحال. جينا معهم بالسلميه، بصح هذو ماهمش تاع خيرك، فاهم. ونرد غير على الاخ هذاك اللي قال لك لازم تحكيو على الملك تاع المغرب. احنا المشكل تاعنا ماهوش مع احنا المشكل تاعنا مع الحكومه الجزائريه، الحكومه المغربيه ما دارت لنا والو. هذه هي. وش نقول لك، امسيه طيبه والسلام عليكم خويا ناصر. وعليكم السلام ورحمه الله، بارك الله فيك خويا امين، ربي يبارك فيك وربي يكون كل خاصه يعني الميساج هذاك الجزائريين لما يعيشوا في الغربه وراك وصلت الفكره خويا امين، بارك الله فيك. عبد العزيز من بجايه، مرحبا بك سي عبد العزيز. الزول فلاح. الزول فلاح يا نصير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الزول فلاح يا عبد العزيز. الزول فلاح اخويا النصير، نترحموا على خوتنا في المغرب، الله يرحمهم، اللهم شافي مرضاهم،
وترحموا على خوتنا في ليبيا، الله يرحمهم ويوسع عليهم. امين. خويا نخرج من الموضوع يا خويا، معليش شويه حاجه قليله برك. ايه ناصر. نعم عبد شوف العزيز. اخويا، نعم دايما. شوف عرض الملك المغرب عرض على الجزائر، على العصابه باش يطفيونا النار. رفضوا. علاه رفضوا؟ خاطر ولادهم ولاد الشعب اللي يموتوا، ولادهم راه في السويس، راه في بلجيك، راه في الالمان ولادهم. على بالك الشعب اللي راه يموت. انا في الجزائر. شوف اخويا نصير، هذه العصابه هذه الناس راه تخدم البلاد وهما سريع الاجنحه، هذا يضرب هذا، هذا يضرب هذا، والناس ما تطلع، ما هذه البلاد ما جامي تطلع البلاد هذه. شوف اخويا الناصر، هذا النظام لازم يروح، هذا النظام لازم يروح خلاص، ما بقى له والو، ما بقى له صلاحيات، ما عندوش صلاحيات النظام هذا. لازم يرفع قشو، يحكموا شباب في العسكر، يكونوا شباب. هذه الدولة تولي مدنية ماشي عسكرية، يسقط حكم الجنرالات. هذو ما بقى لهمش اخويا نصير. والسلام عليكم، تحية قناة المغاربية وربي يجازيكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا عبد العزيز. نروحوا لكريم، نبقاو في فرنسا. كريم مرحبا بك. الو السلام عليكم خويا ناصر. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا كريم. الله ينورك خويا ناصر. خويا ناصر نترحموا على اخواننا، ان شاء الله ربي يجعلهم في عداد الشهداء ان شاء الله في منزلة الفردوس الاعلى، امين يا ربي. امين امين يا خويا ناصر، والله العظيم غير اللي راهم يستشفى والله ما حق عليهم. وهذو كان بالنسبه لي هذوك ما يمثلوش الشعب الجزائري الحر اللي تسمى لدرجه وين يستشفاو في خاوتهم ويقول لك قدامنا. هذه حاجه ماشي مليحه. المهم انا في رايي ان الجزائر بحد ذاتها هي بلاد راهي منكوبه. انا كنت في الجزائر وشفت الاوضاع في الجزائر، اوضاع مزريه. سائح فرنسي في مدينه وهران مصدوم. هل فعلا هذه هي الجزائر؟ الحقيقه كانك في حرب. في السكن، في كلش، في السكن، في الاحياء القزيريه الناس راهي تعاني، الناس تعاني في الماكله، تعاني في الفقر، تعاني في الحليب، تعاني في الحوايج، راهم يعاني في حتى في الدخول المدرسي هذايا. المهم الجزائر هي اللي تستحق المساعده، الاولويه هي للشعب الجزائري. يا اخي ثاني كذلك هذو اللي راهم يهضروا ويقول لك باللي هذا المصائب هذه احسن مقادير ومكاتب من عند الله سبحانه وتعالى، وقادره تصير لاي دوله واي بلاد. وصرات حنا عندنا في الجزائر، والناس اللي راهم يقولوا هذا عقاب من الله، والله العلي العظيم لا، كارثه ويجيبها لك بطريقه دينيه وكانه هو عالم ديني رباني سبحان الله العظيم، يدخلها لك في الدين وكذا. وكاين شيخنا شمس الدين بكل بساطه رد عليهم، جاوبهم في المساله هذه تاع عقاب الله هذه. قال لهم هذا عقاب الله، ربي يخيرهم ودارهم ان شاء الله شهداء. هذا الناس اللي ماتوا هذو هما اللي راهم يقولوا هذه معناتها الفساد وما الفساد، هذو ربي يخيرهم شهداء لعلهم مانيش عارف كيف تلحقهم ان شاء الله الموت تاعهم. وربي ان شاء الله يجعل الخير، وربي ان شاء الله يحفظ خاوتنا فيه ان شاء الله. خويا كريم بارك الله فيك. نروحوا ليمنى. اختي يمنى مرحبا بك. الله يسلمك خويا بك وهلا. مرحبا بك اختي. الله يسلمك خويا. بون جيت نقدم تعازي لاهل المغرب. نعم. المغرب خاوتنا، وكما يقولوا رانا شعب واحد وانا مسلمين كامل عند المغاربه. ونتمنى ان شاء الله ربي كما يقولوا يبعد عليهم هذا البلاء هذا والمصايب، وليبيا ثاني خاوتنا، ونتمنى لهم ربي يعوضهم على كلش، وان شاء الله بلادنا تتسقم، وان شاء الله ربي كما يقولوا يفرجها علينا، على خاطر رانا طارحين وانا كاع حابين نروحوا، ما كان حتى معيشه لهنا، وربي يفرج علينا. وهذا ما كان، وان شاء الله تحبس هذه الفتنه هذه، باسكو هذه حاجه تاع موت. هادو راهم يستشفوا كامل، ربي يهديهم، باسكو الموت دقدق على كل دار، والموت كيما نقولوا طلابه دقدق عليهم كامل، والانسان ما لازمش يستشفى في الموت. نقولوا ربي يترحم عليهم ويفد عليهم البلاء والمصايب، رانا كامل خاوه عند ربي ولا للفتنه. يعطيك الصحه اختي يمنى، بارك الله فيك على الكلام اللي قلتيه. لا للفتنه. يعني اللي يحب
يتواصل معنا باش يترحم على الإخوة في يعني الزلزال هذا تاع المغرب ولا الفيضانات تاع ليبيا. مرحبا به. صحيح أن الموضوع اللي نحكوا عليه نحكوا على هذا الخلوطة اللي راهي سمعتوا هذا التسجيل الصوتي هذا تاع يعني الرئيسة تاع الكونفدرالية والرد، وهذا الرداء اللي راهي الآن في هذه الجزائر الجديدة. خلينا نروح حميد من فرنسا. سي حميد مرحبا بك. السلام عليكم خويا ناصر. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا حميد. خويا ناصر، انا ما نعاودش واش نهضروا كاع خاوتنا الشعب الجزائري. انا راني في فرنسا فريمون كي نشوف الشعب تاع الجزائري راه كلهم يدخل بالبوط على مارسي، على اسبانيا، على الطاليان. غير البارح دخلوا 7000 يعني حارقين وقعهم في الاخر. والله العظيم يا خويا ناصر، يا خويا ناصر، والله العظيم يا كي تشوف الشعب تاع الجزائر مساكن ديجا لا جونيس، سي دي ميدسان، دي زانفيرميير، دي ساج-فام قاعدين مساكن في بارداس يبيعوا في الدخان وخلوا بلادهم وجاوا لهنايا في فرنسا. هل ترى هذه هي بلاد الجزائر؟ ها وزيد هذه المرة تهدر تقول باللي انايا اون 24 نعاقب سيد. دونك هي راهي رئيسة الجمهورية، هي رئيسة الجمهورية. يا الشعب يا الجزائر، يا الشعب يا الجزائر، ديروا كيما المالي، كيما النيجر، كيما البوركينا فاسو، كيما الكابو. خرجوا ياك موت وحده، ما تضروش نهار كامل تقولوا البصل، العدس، اللوبيا، هذا يهضر على هذا يقطع في هذا. هادو الشيوخ كلاو البلاد من 62 هما كلاو البلاد، كلاو البلاد. خرجوا ياك موت وحده، نوضوا خرجوا. ومن بعد العالم وحنا رانا في الهدره نخرجوا نصغوا ونحكوا ونجيبوا حقنا. ما تضروش نهار كامل قال فلان وهذا المره اللي راهي هضرت قال 124 راه عندها بافيو هنا في نيوسيرتير، عندها ناسيتي فرونسيز، عندها ولادها سرقت كاع. شكرا يا حميد. عبد القادر من بلعباس. سي عبد القادر مرحبا بك. سي ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك اخي عبد القادر. سي ناصر خونا، حنا نترحموا على هاد الناس اللي ماتوا في المغرب او في ليبيا. نعم، هذا امر الله. برك انا ما هاد الخضره تاع المخزن وهذا المخزن، اتقوا الله. شوفوا واش صرا، شوف الناس راه الجلتت راه مقيوسه في الطريق. الجلتت داهم الماء داهم البحر في رمشه العين. اتقوا الله يا الجزائريين ورجعوا للطريق. اللي ما راهش يصلي يروح يصلي، واللي راه يدي في الرشوه يحبس الرشوه، واللي راه يدي الربا يحبس الربا. الشرطه راحت في بلغازه، في درنا هذيك الشرطه مسؤولين داهم البحر. نعلوا الشيطان بركونا بالمخزن بركونا. اتقوا الله، الناس تموت، هذه عبره من عند الله. حنا كاع مسلمين ما بغيناش نخافوا الله ونرجعوا للطريق ونتوبوا نيشان. 2000 قاتل، 3000 قاتل، ما كنتش تخموا شويه. قرانا كل وقت نصلوا صلاه الغائب على الناس هذه اللي ماتت ونعلوا الشيطان. الدنيا ربي هذا ما ربي يشوف، ربي غير ربي هذا. الناس وراهم يخموا مازال يغنوا، مازال دايرين في عماهم. والله مانيش عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيك الصحه خويا عبد القادر. نور الدين، اخ نور الدين من الجزائر. مرحبا بك سي نور الدين. السلام عليكم سي نصروه. عليكم السلام سي نور الدين، مرحبا بك. والله لاباس الحمد لله. واش راك اخويا نور الدين، لاباس؟ والله غير نحمدوه ونشكره. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. فيما يخص هذه السيده نغزه هذه شوف، هذه ما لجأتني القانون، ما هددته بالقانون، ما بالقضاء، ني والو. هددته برجال لابسين مازالوا يلبسوا الكاسكيطه. هذا ما كان، وهذه هي الحقيقه في البلاد. اما شوف فيما يخص هذا نقولوا المغرب والجزائر والمخزن وكذا، كاين حاجه نعطيك حاجه. هذه شوف، هذه يبنيوا عليها النظام تاع الجزائري، مبني عليها. شو على مش مبني؟ كاين زياره اغتيال الرئيس بودياف بسبب زياره غير رسميه الى المغرب الرسمي. هو راح العز تاع وليده، وهذو ما النزار قال لك راح المخزن. اما هذا تبون راح زياره غير رسميه الى فرنسا الرسميه، وفرنسا اللي عيناته. فهمت؟ هو الدليل على هذا يا ادوار فيليب اللي قال لهم جو بريفير داتر يولي باغ لو بوبل كو داتر ديزيني باغ لي زيليمينيتي. فهمت؟ راهو دركا رئيس بلديه لو هافر. شكرا سي نور الدين، بارك الله فيك. نور الدين اللي كان معنا. وصلنا
إلى نهاية هذا البرنامج. نشكر كل الإخوة والأخوات اللي تواصلوا معنا، بارك الله فيكم، ونلقاكم إن شاء الله في حصص أخرى. أتمنى لكم الخير، أتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل للمصابين في هذا يعني الزلزال والفيضانات في ليبيا، في شقيقة المغرب وليبيا، وربي